صباح الفل او مساء الفل على حسب ما تشوف الفيديو دوت باذن الله هنكمل سيشن 2 النهارده. المره اللي فاتت احنا اتكلمنا وعرضنا بار تشارت وباي تشارت وبدانا نظهر الارقام عليها وبرضو الديتيلز كالستور لوكيشن او الستور لوكيشن ايه ده بالظبط. وبرضو رحنا عملنا داشبورد جاست بس ان انا وريتك الداشبورد دي بتتعمل ازاي. طيب تعال نكمل بقيه الشيتس ونشوف ممكن نطلع ايه تاني عشان نبدا نعمل داشبورد كامله. طيب انا هروح دلوقتي هكريت شيت جديد. هو اتكريت عندي هنا. طب لو ما اتكريتش انا ممكن ادوس على بلس بتاعت الشيت ديت نيو ورك شيت فبيبدا يكريت لي شيت جديد. طيب نفترض مثلا ان انا دلوقتي عايز اعمل حاجه بالخريطه. طيب انا عندي ايه هنا ممكن اعرضه بالخريطه؟ عندي الستور لوكيشن وانا اوريدي اصلا اشتغلت بالستور لوكيشن هنا. فانا مش محتاج ان انا اعمله تاني كستور لوكيشن، بس عندي ستور سيتي ممكن اعرض بيه. طيب اعرض الكلام ده ازاي؟ كل اللي عليا في ستور سيتي ابدا اسحبها واحطها عندي هنا دروب داون هنا. فبيبدا يظهر لي بالصوره ديت. هو اوريدي اختارها لي تلقائي كلوكيشن كشكل لوكيشن. عندك هنا شكل للماب. عندك الشكل دوت وعندك الشكل ده، ممكن تختار اي شكل يناسبك. طيب انا عامه بختارها بشكل البابل بالصوره دي. طيب هو دلوقتي موضح لي ان هنا في بابل وهنا في بابل برضو نفس الفكره. بيعرض لي كل بابل فين على حسب الشركه او على حسب البيع، المنطقه اللي هو فيها وباع فيها. طيب دلوقتي انا لما اجي اقيس البيع دوت لازم اظهر البيع. يعني انا مبدئيا هو دلوقتي بيقول لي المنطقه دي كاليفورنيا مثلا كان فيها بيع، والستيت ديت كان فيها بيع، والستيت دي كان فيها بيع. طيب انا عايز اظهر البيع، عايز اظهر الرقم. طيب مبدئيا عشان نظهر الرقم الكلام دوت من توتال سيلز اللي احنا عملناه المره اللي فاتت بنكالكوليت. ببدا اسحب التوتال سيلز واسال حضرتك سؤال: انت عايز تظهر توتال البيع دوت كايه؟ كرقم ولا كسايز ولا ككولر ايه بالظبط؟ طيب اللي انا هستعين بيه هنا ان انا اسحب التوتال سيلز ديت احطها في الليبل. ليه؟ عشان يظهر لي اسم او يظهر لي تكست بالرقم اللي هو باع بيه. مجرد ان انا هسيب الرقم هيظهر معايا. طيب انا دلوقتي ظهرت، نفترض ان انا هعرض الداشبورد ديت وهم مش عارفين مثلا يقروا اسم الدوله، فانا عايز اظهر اسم الدوله برضه عشان يقروا ان الدوله ديت باعت بالرقم الفلاني. فدلوقتي بسحب الستور سيتي ديت برضه بسحبها واحطها في الليبل عشان يظهر لي از تكست، فيظهر بالصوره اللي انتوا شايفينها دي. طيب عايز اعمل اديشن تاني. دلوقتي البابل كلها قد بعض. انا عايز اعمل البابل على حجم البيع. يعني مثلا انا عندي هنا مليون و200 وعندي هنا 200 الف. ما ينفعش التو بابل يكونوا زي بعض او المساحه بتاعتهم تكون زي بعض. هنا اتجه للسايز، اسحب التوتال سيلز ديت واحطها عندي في السايز. فبيبدا شايفين الاختلاف دلوقتي، الدنيا هنا اختلفت معايا شويه. طيب انا دلوقتي زي ما اتفقت المره اللي فاتت في الباي تشارت انا عايز احط اسم الدوله وبعد كده احط ايه؟ التوتال سيلز. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ بكل بساطه اروح للليبل، بعد الليبل بدوس على الثلاث نقط اللي عندي هنا فيظهر لي التيبل ده. بكل بساطه اجي عندي هنا على الستور سيتي اخد الكلام ده قط وارجع خطوه قبل السم توتال سيلز واضيفها. طيب ببدا اعمل الخط بتاعي يكون في السنتر وابدا اكبر السايز بتاع الخط، وبعد كده اعمله مثلا بطريقه البولد، اعمل ابلاي اشوف الكلام. انا بالنسبه لي هنا برضو البولد او الحجم الخط كبير شويه، ببدا اصغره مثلا ل 11. ابلاي. هنا الموضوع بالنسبه لي ميك سنس منطقي. طيب دوست اوكي. الدنيا لحد دلوقتي تمام ما فيهاش اي مشكله. طيب حضرتك مش عاجبك الشكل بتاع الخريطه دوت؟ هل ينفع ان انا اغيره؟ اه طبعا. عندك جزء هنا اسمه ماب فوق، في تابه فوق عندك اسمها ماب، بدوس عليها بيظهر لك الباك جراوند للماب. حضرتك عاوزه لايت، عاوزه نورمال، عاوزه دارك بالصوره ديت، فبيبدا يخلي لك الماب كلها دارك. طيب قبل ما تبدا تعملها دارك او لايت او ايا كان تسال نفسك سؤال بسيط: الداشبورد اللي حضرتك هتعملها الباك جراوند بتاعتها ايه؟ والله لو الباك جراوند مثلا في اللون الرمادي، في اللون الاسود، في الكلام ده كله، اه خليها دارك. بس ما تكونش الباك جراوند بتاعت الداشبورد بتاعتك كلها باللون الابيض وتيجي تعمل لي الماب مثلا باللون الاسود. هتلاقيها اللون شاذ ظاهر في النص. طب ليه؟ انا هخليها باللون العادي، باللون مثلا اللايت، يكون عندي بصورة افضل عشان لما اجي اضيفها ما تكونش اللون بتاعها مختلف عن الداشبورد. ودي من الحاجات المهمة جدا، سواء بقى في الباور بي اي او في الاكسل او في التابلو او اي برنامج بيعمل لك فيجواليزيشن. لازم تهتم جدا بالالوان وتدرج الالوان. طيب انا خلصت البوينت دي، ببدا اغير اسم الشيت فوق عشان اعرف اسم الشيت دوت بتاعي ايه، عشان لما اعرضه في الداشبورد يكون التشارت واضحه. طيب انا ممكن ادوس دبل كليك على شيت 3 دوت
بكل بساطه ابدا احدد كل دوت وادلته، اقول له والله ده توتال سيلز بير سيتي بالصوره دي كده، وابدا طبعا اظبط التنسيق بتاعي، اخليه بولد، اخليه تحت خط بالطريقه ديت، ابلاي. الموضوع تمام. اخد الكلام ده كنترول سي، اوكي، عشان ابدا هنا في شيت 3 تحت اسميه ان ده توتال سيلز بير سيتي. دوست انتر، كده عملت تشارت تاني. طيب انا هعمل شيت جديد، شيت 4 بالصوره دي كده. طيب شيت 4 دوت، انا هعمل حاجه احنا معتادين نعملها في الباور بي اي. الحاجه دي ايه؟ بكل بساطه الحاجه ديت اللي هي اللاين تشارت. وزي ما اتفقنا، او اللي خد معايا كورسز او يعرفني او يتعامل معايا، اللاين تشارت دوت ما يجيش غير مع فترات زمنيه. يعني ما تجيش تعملي لاين تشارت بين برودكت كي او برودكت عامه او كاتيجوري او ايا كان تربطهم ببعض. مثال، يعني ما اجيش مثلا هنا عندي في البرودكت كاتيجوري، ما ينفعش دي نعملها لاين تشارت. طب ليه يا ادهم؟ يعني ما انا عندي مثلا هنا ارت والكترونكس وجيمز، لما انا اجي اعمل لاين تشارت الثلاثه هيتربطوا ببعض. مال الجيمز بالالكترونكس والارت؟ كل واحده منهم كاتيجوري ملهاش اتصال ببعض. بس لما انا اجي اعمل لاين تشارت على صوره ديت، سواء كانت ديت مثلا سنين، شهور، كوارترز، ايام، ايا كان، ميك سنس، لان هو يوم بيكمل يوم في المبيعات، يوم بيكمل يوم في الكاونت الكوانتيتي اللي احنا طلعناه. بس ده ملوش علاقه بده كجيمز والكترونكس وارت. طيب تعال نطبق الكلام ده. نروح لشيت 4 اللي احنا عملناه. هاخد عندي الديت هنا من السيلز، ابدا اضيفه فيظهر لي بشكل التيبل ده. اضيف بقى الاي بي سي ديت، ايه الاي بي سي دوت؟ ابدا اضيف فيه التوتال سيلز. لحد هنا الكلام جميل وكلام منطقي. طيب حضرتك عايز تحولها اللاين شو مي من عندي فوق هنا، وابدا اختار اللاين تشارت بتاعتي. طيب لما انا اختار لاين تشارت، فانا عندي هنا سنتين، 22 و23. حضرتك عايز مثلا تظهرها بالكوارتر، ايه الحل؟ عندك جنب كلمة يير فوق هنا بلس، بدوس على البلس بيبدأ ينزلني ستيب. طيب دوست على البلس تاني ينزلك تاني، زي ما انتم شايفين كان كوارتر بقى ايه؟ شهور. طب بلس تاني هينزلك بعدد ايام، يعني بيقول لك من هنا مثلا من 8 ل 22 مايو. طيب بلس تاني بيبدأ بقى يدخلك بالتفاصيل، مثلا دوت 1 فبراير، هنا واحد مثلا 22، وهكذا إلى آخره. طب يا ادم انا عايز ارجع خطوه، ايه الحل اللي عندي؟ عندي اديت هنا، ببدا ادوس على البلس او على السهم اللي تحت دوت، بيظهر لي هنا كل الفترات الزمنيه. بيقول لي والله اللاين دوت معمول بالايام، لا انا مش عايزه بالايام. الميك سنس بالنسبه لي ان اخليه بالكوارتر، لان هنا الكوارترات كلها ظاهره بالنسبه لي. انا مثلا 22 ظاهر لي الفور كوارتر بتوعي، وهنا 23 كوارتر 1 كوارتر 2 كوارتر 3. فهنا الصوره بمعنى صح باينه اكتر. طب ليه؟ عشان لما اجي اعرض الكلام دوت، يبدا اللي يشوفه يعمل كوارتر 2 2022 فيرسز كوارتر 2 مثلا 2023، يشوف الرقم هنا كام والرقم هنا كام. طيب دلوقتي انا عايز اظهر التوتال سيلز زي ما اتعودنا قبل كده، بسحب التوتال سيلز اظهرها في الليبل. طيب كلام جميل. برضو نفس الفكره ممكن تعملها هنا بقى في ايه؟ في السايز. ازاي يا ادهم؟ ممكن اسحب التوتال سيلز ديت احطها في السايز فيظهر لي الشكل ده. زي ما انتم شايفين المبيعات هنا غير هنا طبعا، السايز بتاع الجزء دوت غير السايز بتاع الجزء ده طبعا. طيب عايز حاجه افضل، طيب ممكن اعمل ايه؟ ممكن اسحب التوتال سيلز ديت احطها بقى في ايه؟ في الكلر. هنا يعمل لي التدريج اللوني. طيب هنا زي ما انتم شايفين اللون الازرق او الكحلي اقل شفافيه. طب هنا بالصوره الكامله بتاعت اللون مثلا الازرق او باللون الكحلي، هنا اقل، هنا بالصوره الاعلى. طيب هل انا خلصت البوينت دي كده؟ لا طبعا، ما ننساش كلمه شيت 4 اللي فوق ديت، ببدا اغيرها باسم الشيت اللي انا واقف عليه. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ دبل كليك على شيت 4، ببدا احدد الشيت نيم دوت، اقول له والله ده توتال او نخليها سيلز على طول، سيلز مثلا باي ديت بالصوره دي، او باي يير او باي كوارتر مثلا از يو لايك، على حسب ما انت حابب. انا مثلا اخليها باي كوارتر الطريقه دي كده. تمام ادوس ابلاي. ظبطت معايا، ببدا اخليها بولد، اخلي الخط في النص، اخلي تحتيه خط كده، ابلاي، اوكي تمام. ما ننساش برضو ناخد الكلام ده كوبي عشان ابدا اغير اسم الشيت بالصوره اللي عندي كده.
طيب انا هشتغل بالاربعه شارت دول او الاربعه شيت دول. بروح للداشبورد بتوعي مثلا وببدا اضيف التشارتس بتاعتي. برودكت كاتيجوري ببدا اضيفها. انا واحد من الناس لما اجي اعمل داشبورد عامه ببدا اضيف كل حاجه، بعد كده ابدا اظبط. يعني ابدا ايه اظبط في الاخر؟ ان انا اظبط البوردر، ابدا اظبط المساحه، الكلام ده كله. طيب انا هضيف الداتا بتاعتي هنا كلها بالصوره اللي انتوا شايفينها دي كده. تمام، بالصوره اللي انتوا شايفينها كده. انا مش محتاج ده طبعا في حاجه. اضيف برضو السيلز باي كوارتر بالصوره دي. طيب لما اضيف الكلام دوت بالصوره اللي عندي اللي انتوا شايفينها ديت، ما انساش الجزء بتاع الانترفيو. هو متضاف عندي هنا في اول شارت، خليها هنا في تاني شارت برضو، بدل ستاندرد خليها انترفيو عشان تبدا تاخد المساحه بتاعت الشارت. هنا ما فيهاش، نبدا هنا برضو انترفيو، الدنيا تمام معايا. طيب اظبط المساحه بتاعت البيج او مساحه التشارتس كلها. ببدا اظبطها كده معايا عشان تاخد المساحه او الوضع الطبيعي بتاعها. طيب نفس الفكره هنا برضو، اضيف الحاجات دي. بس هنا ما انساش طبعا اظبط المساحة. وبعد كده اعمل البوردر من لاي اوت من هنا عندي، واجي هنا عند البوردر اخليه بالصورة ديت. فهنا عمل لي بوردر. نفس الفكرة ابدا اعمل هنا برضو بوردر عشان ابدا اعرف اخلي في تنسيق كويس في الشارت او الداشبورد بتاعتي. طيب نخلي بالنا لما نيجي نعمل داشبورد عامة، سواء في التابلو او في الباور بي اي او في الاكسل، لازم تسيب مساحة ما بين التشارت والتانية. ما تخليش كل حاجة جنب بعض، ما تخليش كل حاجة آه من غير بوردر، تكون الدنيا كده زي داخلة في بعضها. لا، تعمل لها بوردر أفضل عشان يكون معاك الصورة يعني متزنة، وتخلي المساحة شبه بعض أو قريبة من بعض. يعني أنت ما تخليش مثلا تشارت كبيرة وتشارت تانية أصغر منها، مش منطقية. فتخليها بالصورة اللي انتوا شايفينها ديت. برضو هاجي أعمل هنا أظبط البوينتس بتاعتي ديت. تمام، أحط البوردر بتاعي، الدنيا تمام. طيب انا بالنسبه لي الجزء اللي فوق دوت، انا هخليه مثلا هضيف فيه جزء التايتل بتاع الداش بورد بتاعتي. طيب انا هظبط بس البوينتس دي كمان كده عشان تكون المساحه برضو افضل. تمام، انا ظبطت المساحه هنا. في الهيدر فوق ببدا احط تايتل. طب احط التايتل ده ازاي؟ باجي عندي هنا للداشبورد، بنزل تحت اضيف تكست. طيب لما اضيف تكست هنا او اسحب التكست دي اضيفها كده، حضرتك بتبدا تكتب التكست بتاعك. انا هسميه مثلا كي بي ايز بالصوره دي كده. ببدا اظبط. طيب اضيف مثلا، اظبط المساحه بتاعتي اعملها بولد. دوست اوكي، اتظبطت معايا بالصوره اللي انتوا شايفينها ديت. ببدا بقى اظبط المساحه بتاعتي. ظبطت المساحه. طبعا هنا محتاج ان انا اكبر الخط شويه، بدل 20 مثلا اخليه 26. طيب مش افضل حاجه، اخليها بصوره تانية. خليها مثلا 36 كده ونشوف. سوري، 36. اوكي تمام، مفيش مشكله. ببدأ طبعا أعمل لها بوردر بالصورة دي كده. تمام. حضرتك بقى لو انت مثلا عايز تظبط حاجات تانية، ايديت تكست، الفورمات للتكست بتاعك، الكلام ده كله بتبدأ تظبطه عادي جدا، مفيش فيه اي مشكلة خالص. طيب عندك برضو كام اوبشن من هنا، تعمل انسيرت لكذا حاجة، فول نيم. تبدأ تظبط برضو الخط بتاعك لو انت مش عاجبك مثلا الخط ده، بتبدأ تختار اي خط من عندك هنا، تبدأ تكتب بيه فيبدأ يكتب بالخط اللي انت شايفه. طيب لحد هنا كلام جميل. نبدأ نظبط برضو بس المساحات بتاعت التشارتس بتاعتنا عشان تكون المساحات منسقة شوية. طيب أنا عملت دي كده، هضيف برضو دي كده نلحق شوية عندي. تمام. تمام، ظبطنا البوينتس دي كده بالصورة اللي عندي. طيب أنا عندي مساحة هنا، المساحة دي ممكن أضيف فيها إيه؟ طيب المساحة دي عامة أنا ممكن أضيف فيها جزء زي السلايزر اللي في الباور بي اي مثلا او في الاكسل. هو برضو في سلايزر هنا بيكون فلتريشن. طيب الفلتر دوت انا ممكن اعمله ازاي؟ طيب بكل بساطه، ان انا هاجي مثلا لو نفترض ان انا عايز افلتر بالكاتيجوري، او عايز افلتر مثلا بجزء اللوكيشن. فهاجي عندي هنا مثلا عند اللوكيشن، لو انا عايز افلتر زي مثلا باللوكيشن او بالدوله او باي حاجه، ممكن نفلترها بالسيتي. هاجي هنا عند السيتي ادوس على المور اوبشن. طيب بعد مور اوبشن باجي هنا عندي على الفلتر، ويقول لي حضرتك عايز تفلتر بايه. انا عايز افلتر مثلا بالستور سيتي. طب لو دوست عليها هيطلع لي جزء الفلتريشن ده، ده سلايزر.
طيب اسيبه هنا، ممكن تختار لي كذا شكل. بمعنى ان انا لو جيت هنا دوست، ممكن يظهر لي كذا شكل هنا. حضرتك عايز تظهر انهي شكل من دول؟ الشكل دوت او الشكل دوت او شكل الفلتر العادي او السنجل اللي انت تبدأ تختار بصورة طبيعية as you like على حسب ما انت حابب. طيب عشان المساحة برضو عندنا انا ممكن اختارها بجزء اللوكيشن. يعني انا هلغي خالص ديت كده. اوكي الفلتر الغي دي خالص، ممكن اختارها هنا. ادوس على فلتر، فلتر اختارها باللوكيشن، هيبدأ تظهر لي باللوكيشن بتاعي دوت. ببدأ اضيفه هنا واظبط طبعا المساحة بتاعة اللوكيشن او الفلتريشن بتاعتي. بعمل لها بوردر طبعا منساش البوردر بتاعي. تمام. حضرتك بقى حابب تختاره بأي شكل من الأشكال ديت as you like. يعني كل الأشكال ديت متاحة معاك. ممكن تختار السنجل فاليو، جزء الليست، تبدأ تختارها براحتك. طيب هل أنا كده خلصت الفلتر؟ لا. طيب أنا مثلا لو دوست هنا على الايربود بالطريقة ديت كده، بص هو فلتر لي على شرط واحد. طب أنا عايزها انتر أكشن، بمعنى إنها تضاف كلها. بمعنى أنا دوست هنا فلتر يفلتر لي على الأربعة شيت اللي عندي. أعمل الكلام ده إزاي؟ بكل بساطة ادوس على السهم اللي تحت ده كده، واجي عندي هنا لابلاي تو ورك شيتس. بختار اول اختيار ان هو يكون ريليتد بكل الداتا سورسز اللي عندي. طيب لو اخترتها، تعال نجرب تاني بقى نعمل فلتر. بصوا كل حاجة اتفلترت معايا، هي مش جزء واحد، كل الداشبورد بتاعتي اتفلترت. طيب كلام جميل جدا. طيب نفترض دلوقتي ان انا عايز اضيف هنا مثلا عدد المنتجات، عايز اضيف مثلا التوتال سيلز. الكلام ده كله اعمله ازاي؟ زي ما اتفقت، اي حركه انا هعملها في التابلو لازم اعملها بشيت. طيب انا هاجي اعمل هنا نيو شيت. نفترض ان انا عايز مثلا اجي هنا في تيبل مثلا السيلز، اخد اليونت واسحبها واضيفها هنا. ظهر لي هنا عدد اليونت اللي هو 1,090,000. طيب انا هغير اسم الشيت دوت، هقول له والله دوت مثلا كده اسمه توتال، بالطريقه ديت توتال يونتس. اوكي ابدا اعمله بولد، ابدا اعمله 16 مثلا، خليه في النص، خليه مثلا تحتيه خط بالصوره دي، ابلاي. اوكي الدنيا لحد هنا تمام. طيب هسميها هنا مثلا يونتس. ارجع للداشبورد بتاعتي، ارجع هنا الاقي كلمه يونتس ظهرت، ببدا اسحبها واضيفها، فظهرت لي عندي بالصوره دي زي ما انتم شايفين كده. اخليها طبعا هنا انتر فيو بالصورة بتاعتي ديت. أبدأ أصغر المساحة بتاعتها عشان أبدأ أضيفها از كارد مثلا زي الإكسل أو الباور بي أي. طيب أنا ضفتها. نفترض مثلا إن أنا عندي هنا الرقم ده مش حابب يظهر بالصورة دي، رقم صغير جاي على اليمين، الكلام ده كله بتدوس عليه كليك يمين وتدوس عليه فورمات، فبيبدأ يظهر لك الفورماتنج هنا. ماشي. انا دلوقتي هعمل حاجه حلوه، ان انا هاجي مثلا هنا عند السايز، ابدا اختار مثلا المساحه بتاعه الرقم بتاعي. انا هخليها مثلا 24. تمام. اخليها بولد، الدنيا ظبطت معايا. طيب اخلي مثلا جزء المساحة او جزء البين اللي عندي بخليه مثلا عندي هنا في النص بالصورة ديت. حضرتك حابب تغير الباك جراوند، بتخش على الجزء دوت، تبدأ تختار الباك جراوند بتاعتك، او نفس الفكرة هنا الباك جراوند او اللون بتاع الخط نفسه وتخليه اسود ابيض براحتك خالص. عايز تخليه تحتيه خط، عايز تخليه مايل، از يو لايك، دي حاجة ترجع لك. طيب ما انساش في اللاي اوت ارجع اقفل دي خالص. اللاي اوت ابدا اروح للبوردر، احدد بوردر عشان يبدا يظهر معايا بالصوره دي. طيب انا كده ظهرت التوتال يونت. طب ما نظهر مثلا توتال سيلز معانا، نفس الفكره. اعمل نيو شيت، اجي والله هنا اقول له توتال سيلز ضيفه، فظهر معايا التوتال سيلز. طيب اجي هنا اقول له والله، طب كليك كده، اقول له ده توتال سيلز. ببدا اخليه بولد، خلي الخط معايا مثلا 26، خليه هنا تحتيه خط، ابلاي. ايه ارجع تاني للداشبورد. في الداشبورد الاقيها، سوري غير بس هنا توتال سيلز. اوكي داشبورد لا ظهرت معايا، اسحبها واضيفها واكرر نفس العملية تاني بالظبط. ظبط المساحات، المساحات تكون قد بعض كده. تمام. نبدأ نظبط كده، مفيش مشكلة خالص. تمام. أبدأ البوينت دي كده بقى، أرجع هنا عندي أظبط الفورماتنج بتاعي، كليك يمين فورمات،
باجي هنا اظبط الفورماتنج بتاع الرقم بتاعي، او انا هنا اخليه مثلا 24، دي بولد. اجي هنا اخلي الخط عندي في النص بالصورة ديت كده. حضرتك حابب تظبط الباك جراوند تمام، حابب تعمل تحديد للخلايا برضو تمام، حاجة ترجع لك از يو لايك، الحاجة اللي انت تحبها. طيب ما ننساش طبعا لما اخلص دوت ابدا اعمل هنا وارجع لللاي اوت بوردر، ببدا اضيف البوردر. وبكده انا خلصت داشبورد تقدر تتعمل بالتابلو. طيب هل الموضوع بينتهي لحد كده؟ لا، انت بكل بساطة ان انت ممكن تسيب الفايل على الجهاز. ازاي؟ من فايل تبدأ تعمل سيف، تبدأ تسيب الفايل عندك في الجهاز. انا مثلا هسيبه عندي هنا في الداونلود، هسيبه باسم بوك 1 مثلا. سيف تمام، ما عنديش مشكلة، الفايل يتسيب معايا. اقف في اي مكان فاضي في الداشبورد وادوس كنترول اس. طيب انا لما ادوس كنترول اس فالفايل كده بيتسيب معايا، بس بيعمل حاجه تانية، بيبدا يعمل ببلش. ليه؟ لان انا محمل تابلو بابليك، فالداشبورد بتاعتك بتبدا يتعمل لها ببلش للسيرفر بتاع التابلو. طيب لو انت دوست كنترول اس ما تسيفتش معاك، هيظهر معاك اللي انت تبدا تعمل لوجن، بتبدا تعمل لوجن بالاكونت اللي انت حملت بيه تابلو. طيب ليه؟ عشان ساعتها يكون ليك بروفايل، البروفايل دوت فيه الداشبوردز بتاعتك. لما تيجي حضرتك تعمل بقى آه بورتفوليو، او تيجي ترفع الحاجات دي على درايف، او ترفع الحاجات دي على لينكد ان، يكون معاك اللينك دوت تبدأ تاخده وتوريه للناس وتقول والله ده شغلي. طيب ايه الفايدة من الكلام دوت؟ ان الداشبورد بتاعتك هتكون انتر اكشن. طيب ان انت تدوس على اي حاجة تقدر تشتغل عادي. دلوقتي هو شاير الداشبورد اللي انا عملتها، بيبدأ يرن معايا والداشبورد هتظهر وهتكون معايا انتراكشن. زي ما انتم شايفين هو دلوقتي شاير الداشبورد، تبدأ تختار اي حاجة بتبدأ تشتغل معاك، بس ده طبعا بسبب ضعف الانترنت، فبيبدأ يتظبط معاك وكل حاجة تتظبط زي ما انتم شايفين عادي جدا. بتاخد بس شوية وقت طبعا على حسب النت اللي عندك، تبدأ تشوف الكلام ده. تقدر بعد كده تبدأ تعمل له داونلود بأي صورة، ايمج، بي دي اف، باوربوينت، تقدر تحمل الفايل دوت بكل بساطة. وده اللينك، تقدر تاخد اللينك دوت وتبدأ تشيره والناس تشوف الشغل بتاعك. بس خلي بالك لما تيجي تشتغل على تابلو، اشتغل على داتا اوريدي اوبن داتا سورس، ما تجيش تشتغل على داتا شخصيه او داتا شغل انت شغالها في شركه، لان الداتا ديت بتتعمل بابليك، يعني اي حد يقدر يشوف الشغل بتاعك. فالداتا ديت لو بتاعت شركه فما ينفعش تعملها بابليك. ده بكل بساطه تابلو والكي بي اي والداشبورد اللي احنا عملناها. ودي القناه بتاعتي، لو احتجتوا اي حاجه كلموني. شكرا لكم.